كنت شفت فيديو زمان، وكان الفيديو ده كان نقطة تحول في حياتي، وده برضو بيوضح مدى أهمية إنك توعي الناس، وإنك هامش توضيح الواضحات، إن لا في كتير جدا جدا مش عارف الشيء الواضح ده، فلابد إنك توضحه أكتر. كان قبل معرض الكتاب بفترة شركات النشر والتوزيع والكلام ده كله عملت فيديو توضيحي إن أنت لما بتشتري الكتاب المضروب أنت بتساعد إن الصناعة دي تضمر وتموت وتنحسر وما تستمرش. فكرة ان الكتاب عشان يطلع ففي كاتب وفي مش عارف ده دار نشر وتوزيع ودعاية ومش عارف ايه وبتاع، فانت لما بتدفع حق الكتاب انت بتساعد ان التروس دي تخليها شغالة كده، ايه، بتزيتها وتخليها شغالة ودايرة وتنتج لك اكتر. مفيش بلا يعني 100% من الناس اللي سألتهم في موضوع الكتابة في مصر لك مفيش كاتب بيكسب من الكتاب. يعني مفيش كاتب في مصر بيكسب انه عمل كتاب، ولكن بيكسب من الحاجات اللي حوالين الكتاب. واخد بالك؟ ليه الموضوع صعب جدا؟ بسبب ان يعني الكوبي رايتس او القرصنه بقى، فكره القرصنه فكره القرصنه، فكره ان حاجات قوي كتيره قوي قوي قوي، لان ناس ما تعرفش ان هي لما بتشتري الكتاب الرخيص فهي بتؤذي الصناعه. فنفس الكلام بينطبق هنا، انت لما بتسترخص هنا انت بتأذي نفسك في الاخر، وبعدين ترجع تقول فين الكتب وفين الادب وفين الانتاج؟ ما هو مفيش مقابل او مفيش تقدير.